خليني أقولك الحقيقة من غير لف ولا دوران. أغلب الناس مش بتفشل عشان مش عارفة تبدأ، أغلب الناس بتفشل عشان مش عارفة تكمل. يمكن تركز يوم اتنين وبعدها ترجع تضيع وقتك تاني وتفتكر إن المشكلة فيك. بس لأ، المشكلة مش فيك، المشكلة إنك مستني المزاج. خليك فاهم، المزاج عمره ما بنى نجاح. اللي بيبني النجاح هو الالتزام. الناجح مش دايما متحمس، الناجح بس بيظهر كل يوم. لو عايز تكمل بجد ركز معايا في الثلاث خطوات دول. أول حاجة، وقت ثابت. اختار وقت واحد في اليوم، نفس الساعة نفس المكان، حتى لو 20 دقيقة بس. الاستمرارية أهم من الكمية. تاني حاجة، هدف صغير. متقولش هنجز الدنيا، قول هبدأ، صفحتين، مسألة، ربع ساعة. البداية الصغيرة بتكسر الكسل. تالت حاجة، مفيش تفاوض مع نفسك. متسألش أعمل ولا لأ، اسأل هبدأ إمتى. لما تبدأ النص التاني بيجي لوحده. وافتكر دايما، الفرق بين شخص ناجح وشخص عادي مش الذكاء، الفرق إنه كمل يوم ورا يوم حتى وهو تعبان. كمل حتى لو مفيش نفس، حتى لو مفيش حافز، عشان في يوم هتصحى وتشكر نفسك إنك ما استسلمتش.